بيبدأ الفيلم سنة 1968. كانت إيريس الصغيرة وخطيبها بول رايحين افتتاح مطعم سكاي فيو، وفي وسط الأجواء الرومانسية بول قرر يفاجئها وطلب إيديها للجواز وحط الدبلة في صباعها. ولكن في نفس اللحظة إيريس شافت حاجة مرعبة. ولد فوق رمى عملة معدنية، وكأن الموت بنفسه نفخ عليها لحد ما دخلت في فتحة التهوية واتحشرت جوه المروحة. فالمروحة وقفت فجأة. في الوقت ده بقى الناس فوق البرج كانوا بيرقصوا مبسوطين جدا من غير ما يحسوا ان الارض والزجاج اللي تحتهم بدأ يتشقق بسرعة. وإيريس وبول وهم بيتحركوا الدعامات المعدنية اللي شايلة المكان بدأت تنهار، والمسامير كانت بتتفكك واحدة ورا التانية. وفجأة العملة اللي عطلت المروحة خلت واحدة من الشفرات تتكسر وتطير مباشرة ناحية ماسورة الغاز، والناس لسه بترقص بينما الشقوق كانت بتوسع والغاز بدأ يتسرب في كل مكان. كل حاجة حوالين إيريس كانت مخوفاها. وفجأة بول وقع من الأرض، وبعده الناس بدأت تقع واحد ورا التاني وهم متعلقين في الحديد بأي طريقة علشان يعيشوا. وتحت بقى العمال على الأرض جريوا ومرعوبين علشان يهربوا. بول قدر يمسك في لوح زجاج قوي، وإيريس فضلت تصرخ وتطلب المساعدة ولكن محدش بيرد. حاولت تمسك بإيديها لكنه اتزحلق ووقع، وفي ثانية المكان كله اتحول لفوضى. واحدة مولعة بالنار جريت ناحية تسريب الغاز، وفجأة حصل انفجار ضخم جدا واللي ما قدروش يجروا بسرعة ماتوا في مكانهم. إيريس نجت بالعافية من النار، والموظفين فضلوا يزعقوا علشان الناس يهربوا بسرعة. والولد اللي كان رمى العملة كان بيجري قدام الكل وكأنه عارف الطريق. الناس جريت ناحية المخرج بتاع الطوارئ، ولكن الموت مرتب كل حاجة. الممر انهار مرة واحدة وكل اللي دخلوا مات فورا. والغريب ان الولد نجا من غير اي خدش. الناجين اللي فضلوا جريوا ناحية الاسانسير وكل واحد بيزق في التاني علشان يقدر يعيش. راجل عجوز زق إيريس بعيد لكنه اتحشر نص جسمه في باب الاسانسير المزدحم، والاسانسير بسبب الحمل الزايد عطل فجأة وسحق الراجل بشكل مرعب. إيريس بدأت تحاول تدور على أي طريق تاني للهروب، ولكن التوتر بدأ يأثر على الحمل بتاعها. وفجأة لاحظت إن في حاجات حواليها بدأت تتحرك لوحدها من غير أي عامل، والسقف بدأ يتشقق بشكل مخيف. حست إن الكارثة جاية فطلعت لفوق بسرعة، لكن الباقيين ما كانوش محظوظين زيها. الأرض انقسمت نصين وبقت زي الزحليقة الضخمة. الناس بدأت تتزحلق لتحت غصبا عنهم، وقع فوق الزجاج المقاوم. واحدة من الستات افتكرت إن هي نجت، لكنها بصت لفوق لقت بيانو بيتمايل فوق دماغها والموت بيتدخل تاني. وعملة وقعت على البيانو والبيانو نزل سحق على الست المسكينة. في اللحظة دي كل اللي كانوا في المجموعة ماتوا، حتى الولد اللي كان فاكر نفسه نجا وكان ماشي بكل ثقة. البيانو وقع عليه هو كمان ومات فورا. إيريس كانت منهارة على موت بول، ولكنها فجأة شافت طفل تاني في خطر فخطرت بكل حاجة علشان تنقذه. نفس اللحظة دي بقى المبنى كله بدأ ينهار بالكامل، وقبل ما تقع بثانية واحدة قدرت تمسك في قطعة حديد. ولكن لما بصت كويس اكتشفت ان اللي انقذها مش ايديها، دي كانت دبلة بول اللي اتعلقت في عمود الحديد. ولكن التعلق ده ما استحملش، وبعد ثانية واحدة إيريس وقعت في النار تحت. وفجأة ستيفاني صحت من الكابوس وهي في المحاضرة، ولكن الموضوع ما كانش مجرد حلم عادي. لمدة شهرين كاملين هي بتحلم بنفس الكابوس كل يوم. ستيفاني حكت لصاحبتها في السكن عن الحلم وقالت لها ان في ست اسمها إيريس وده نفس اسم جدتها. المشكلة هنا بقى ان ستيفاني عمرها ما شافت إيريس دي ولا حتى تعرف اذا كانت عايشة ولا ميتة. صاحبتها نصحتها ترجع البيت وتحاول تعرف الحقيقة، يمكن الكوابيس تقف. ولما رجعت سألت ابوها مارتي عن إيريس. مارتي توتر شوية وابتسم ابتسامة غريبة، واضح انه مخبي حاجة. في اللحظة دي اخوها الصغير تشارلي قال انه راح يزور قرايبهم، فستيفاني قررت تروح معاه. ولكن قبل ما يمشوا مارتي طلب منهم ما يجيبوش سيرة إيريس قدام العيلة، وده خلى شك ستيفاني يزيد اكتر. هي ايه حكاية إيريس فعلا؟ ولو الست اللي في الحلم هي جدتها وحصل لها حاجة وحشة يبقى امها جت منين؟ ولما ستيفاني وتشارلي وصلوا البيت عند قرايبهم راحت مباشرة لعمها هاور وسألته عن امها دارلين وغير الموضوع بسرعة. ولكن اول ما ستيفاني ذكرت مطعم سكاي فيو هاورد ومراته بريندا بان عليهم الرعب فورا. ستيفاني فضلت تضغط عليهم علشان يقولوا الحقيقة، حتى اولادهم دخلوا يسمعوا القصة. وفي الاخر اعترفوا ان إيريس ما ماتتش ولكنها انهارت نفسيا تماما. وبالنسبة لهاورد وبريندا إيريس كانت ميتة وهي عايشة. ستيفاني أصرت إنها تقابل إيريس بنفسها لأنها حاسة إن هو ده الحل الوحيد اللي هيوقف الكوابيس. هاورد وهو متضايق قال إن بعد وفاة أبوهم إيريس فقدت السيطرة تماما وبقت بتمنع ولادها يروحوا المدرسة وبتقفل عليهم باب البيت، وعاشت طول الوقت مرعوبة إن الموت يجي ياخدهم منها. وفي النهاية
الشرطة تدخلت وخدت إيريس بعيد. إيريس فضلت سنتين تتابع أخبار ولادها وهم في دور الرعاية، وكأنها مهووسة تعرف كل تفصيلة عن حياتهم. وبعد ما هوارد وبريندا خلفوا عيالهم إيريك وجوليا وبوبي، إيريس بدأت تبعت لهم خطابات مرعبة. الجوابات كانت مليانة تحذيرات وصور جثث بشكل مرعب وبشع جدا. مع الوقت العيلة خافوا منها وقرروا يبعدوا عنها تماما ويقطعوا أي تواصل معاها. تيفاني طلبت تشوف الجوابات دي، ولكن هوارد وبريندا رفضوا تماما. وبعد إلحاح طويل بريندا قررت في السر تقول لها مكانهم. ولما ستيفاني فتحت الجوابات وشافت الصور انصدمت. الست اللي في الصور كانت نفس الست اللي بتشوفها في أحلامها بالظبط. وقتها اتأكدت تماما إن اللي بتحلمه ده مش مجرد كابوس، ومصممة تعرف الحقيقة. تيفاني أخدت عربيتها وراحت تدور على إيريس لوحدها. وبعد ما مشيت ورا العنوان وصلت لمخبأ معزول فوق الجبل. من خلال سماعة عند الباب كلمت إيريس اللي طلبت منها تمشي فورا. ولكن أول ما عرفت إن هي حفيدتها طلبت منها تطلع كل اللي في جيوبها قبل ما تدخل. وبعد ما الباب الحديد التقيل اتفتح ستيفاني دخلت بحذر. البيت كان غريب بشكل مرعب ومليانة فخاخ وحواجز في كل حتة، وحتى السقف كان متغطي بمسامير حادة. إيريس قالت إن كل ده حماية من حاجات محدش شايفها. وفجأة طفيت حريق وقعت بره لوحدها. وقتها حذرتها وقالت لها ما تلمس أي حاجة، لأن أي تفصيلة صغيرة ممكن تبقى فخ قاتل. ولما شافت حفيدتها أخيرا ابتسمت بحنان وقالت لها عن أمها دارلين. تيفاني قالت إن هي اتفصلت عن أمها من وهي عندها 10 سنين، ما تعرفش عنها حاجة دلوقتي. بعدها بدأت تسألها عن الكابوس. إيريس قالت لها إن ده مش حلم، دي رؤية، إنها زمان قدرت تشوف المستقبل وشافت كارثة قبل ما تحصل. ورجعت تحكي لها اللي حصل من زمان. كانت واقفة مع بول فوق على أعلى سطح في المبنى، فجأة طارت قبعة ست. ولد حاول يرمي عملة معدنية لكن الأمن منعه، ومع ذلك الولد أصر يرميها. في اللحظة دي بول كان لسه هيطلب إيد إيريس للجواز، ولكن إيريس فجأة صرخت وقالت إن المبنى هينهار، إن الكل هيموت. بول اتلخبط، لكن هي جريت بسرعة وخطفت العملة من إيد الولد، لأن هي عرفت إن العملة دي هي بداية سلسلة الكوارث. بعدها نزلت بسرعة وخدت الحلة اللي كانت مولعة ودخلت عند الناس اللي بيرقصوا ومسكت الميكروفون وطلبت من الكل يبص تحت رجليه. بعض الناس حاولوا يوقفوه، ولكن ناس تانية لاحظت الشروخ فعلا. وفي الليلة دي إيريس أنقذت ناس كتير جدا. المبنى منهارش وبعدها المطعم اتقفل، وهي أوقفت الكارثة قبل ما تحصل. ولكن الموت ما عجبوش إن الخطة باظ، وبعد سنين الموت رجع ياخد كل اللي كانوا موجودين في الليلة دي، ومنهم جوزها بول. ومن وقتها إيريس اتعلمت إزاي تتوقع الموت قبل ما يحصل. فضلت سنين تحاول توقف الكوارث، ولكن دلوقتي الموت أخيرا لحقها لأنها مريضة سرطان. وهي بتتكلم مع ستيفاني إيريس نزلت حذرها شوية. في اللحظة دي الموت بدأ يتحرك بهدوء. عدسة مكبرة عكست الضوء بالشمس على صينية معدن، والضوء انعكس على حبل وبدأ يولع ببطء. إيريس كانت مؤمنة إن أحلام ستيفاني معناها إن حفيدتها ورثت قدرتها. فجأة حست إن في حاجة غلط، فبصت بسرعة واكتشفت فخ الموت وضربت العدسة بعيد فورا. الموت كان فاكرها إنها تتشتت بسبب وجود حفيدتها. وبعدها إيريس طلبت من ستيفاني تفضل معاها علشان تتعلم أساسيات النجاة، لأن العالم بره بقى خطير جدا. وقالت لها إن هي ما خرجتش من البيت بقالها 20 سنة، ولكن ستيفاني رفضت وقالت إنها لازم ترجع الجامعة. إيريس حذرتها إن الموت جاي للعيلة كلها، ولكن ستيفاني افتكرت إن الست مجرد مهووسة مش أكتر، وإن كل ده أوهام، وسابت البيت من غير تردد. وقتها إيريس ترجتها تاخد الكتاب قبل ما تمشي. وقبل ما ستيفاني تخرج من الباب إيريس شافت رؤية جديدة، شافت اتجاه الهواء والبوصلة والحاجات اللي هتبدأ الكارثة. عرفت إنها لو خرجت بره هتموت، ولكن عشان حفيدتها قررت تخاطر. خرجت فعلا ورمت الكتاب في حضن ستيفاني وقالت لها إن الكتاب ده ممكن ينقذ العيلة. ولكن ستيفاني لسه مش مصدقاه. ساعتها إيريس قالت لها تبص كويس وهتثبت لها ان كل حاجة حقيقة. ولكن فجأة شوية رياح قوية دخلت المكان ووقعت البوصلة، والبوصلة خبطت في طفاية الحريق، وطفاية الحريق طارت بسرعة مرعبة واخترقت فم إيريس مباشرة. في اللحظة دي ستيفاني أخيرا صدقت، لكن كان فات الأوان. إيريس ماتت قدامها. العيلة كلها حضرت الجنازة، وستيفاني حاولت تحذر أبوها وعمها إن الموت جاي وإن إيريس قالت لها كده، ولكن محدش صدقها. وفجأة دارلين ظهرت ولسه شايلة غضب كبير ناحية أمها إيريس، وستيفاني بعدت عنهم ورجعت البيت. وهنا بدأت تقرأ الكتاب اللي إيريس سابته لها. نفس الوقت بقى باقي العيلة كانوا متجمعين عند هوارد وبيعملوا باربيكيو وبيضحكوا وبيهزروا ومش حاسين بأي خطر. ولكن الحقيقة إن الموت كان وصل بالفعل.
بوبي بالصدفة كسر كوباية، ولكنه محدش خد باله إن حتة إزاز صغيرة دخلت وسط مكعبات التلج. في نفس الوقت بقى إيريك حط مشروبه جنب أنبوبة الغاز، وكأن الموت بدأ يجهز أدواته بنفسه، والكل مجتمع وبياكلوا وبيشربوا استخدموا التلج من غير ما يعرفوا إن في شظية. هاورد رفع الكوباية وقال إن موت إيريس فكرهم إن الحياة قصيرة، إن هم لازم يعيشوا اللحظة. وبعدها الكل خبط الكوبايات في بعض وبدأوا الشرب. وفجأة جوليا بدأت تكح بشكل مرعب، وحست إن حاجة واقفة في زورها ومش قادرة تتنفس. الكل فورا جري عليها في ذعر، ولكن طلع إن هي بس شرقت. نفس الوقت ستيفاني كانت قاعدة تقرأ كتاب إيريس، وفجأة لقت فصل بيتكلم عن حادثة العملة وعن حفلة الباربيكيو، وفي الخارج إيريك كان بيشغل الشواية. بوبي نادى على تشارلي علشان يلعبوا الترامبولين، ولكن محدش لاحظ فيهم الشوكة الحديد المستخبية تحته. وفجأة الكتاب وقع من ايد ستيفاني، وحست باحساس مرعب ان في خطر جاي. في اللحظه دي الشوايه اشتغلت، وبرواز صوره وقع واتكسر، وحته ازاز طارت على الارض. السؤال دلوقتي، مين اللي الكوبايه بتاعته فيها قطعه الازاز القاتله؟ هاورد شرب من كوبايه العصير ولكن ما حصلوش حاجه. وبعدها الكاميرا ركزت على كوبايه دارلين. هل الازاز فيها؟ تيفاني بدأت تقلق جدا وحست ان في حاجه غلط بتحصل، فجريت ناحيه بيت هاورد وهي بتحاول تكلم اخوها تشارلي، ولكنه ما ردش. في الوقت ده ترامبولين كانت الخياطه بتاعته بتفك وقرب يتقطع في اي لحظه. وستيفاني وهي في الطريق شافت لافته مكتوب عليها خطر قدامك، وكأن الموت بنفسه بيبعت لها تحذير. بعدها اكتشفت ان قطعه الازاز كانت فعلا في كوبايه ابوها مارتي، ولكنه شرب رشفه صغيره وحط الكوبايه. هاورد طلع فوق الترامبولين يتنطط، كان شكله هيقع في اي لحظه. لحسن الحظ دارلين شافت الشوكه الحديد المستخبيه، فصرخت وجريت شالتها وحطتها في المخزن. ولكن فجاه بريندا خبطت ازازه بالخطا، والازازه ضربت زر ماكينه جنبها. المواسير اللي تحت بدأت تتحرك بعنف، والشوكة الحديد اللي اتحطت من شوية بدأت تزحف لوحدها. في اللحظة اللي وصلت فيها ستيفاني الموت كان بدأ يجهز عرضه. هاورد راح يسلم عليها، وفجأة رجل بوبي اتحشرت في الترامبولين. جوليا بصت عليه بسرعة، وده خلى قطعة الإزاز تقع من كوبايتها. هاورد داس على الشظية الإزاز وحس بالألم الشديد. في نفس اللحظة الشوكة الحديد وقعت فوق جزازة العشب. هاورد فقد توازنه ووقع، والجزازة اتحركت مباشرة ناحيته وقتلته بطريقة بشعة. والعيلة حضرت جنازة جديدة. تيفاني رجعت البيت بسرعة وبدأت تقلب في الكتب تاني، وهناك لقت ملاحظة مكتوب فيها جي بي لقى شخص قدر ينجو من الموت. وقتها بدأت تحلل مين هيكون الضحية الجاية. إيريس وبول خلفوا هاورد ودارلين. هاورد خلف إيريك وجوليا وبوبي، ودارلين خلفت ستيفاني وتشارلي. يعني كلهم مربوطين بنفس الدم، ومحدش فيهم يقدر يهرب من الموت. تيفاني شرحت النظام للعيلة والكل سكت عشان يسمع. كل ده كان جزء من قائمة الموت اللي بدأت من المطعم. الترتيب اللي الناس بتموت فيه هو نفس الترتيب اللي إيريس شافته زمان. في الأصل مئات من الناس كان المفروض يموتوا، ولكن إيريس هي اللي أنقذتهم، ودلوقتي الموت رجع ياخدهم واحد ورا التاني. كان في ترتيب معين للموت. بدأ بعيلة هاورد، وبعدها الدور هيجي على عيلة ستيفاني. مارتي وبريندا مش من نفس الدم، فغالبا مش موجودين على القائمة، وده معناه إن أكتر من شخص في خطر دلوقتي، وهو إيريك أكبر ابن الهاورد. ولكن للأسف محدش صدق ستيفاني، وكلهم افتكروها مهووسة أو ملعونة وسابوها ومشيوا واحد ورا التاني. إيريك راح شغله، وهناك مروحة السقف كانت بتلف وخبطت في سلسلة معلقة، والسلسلة اتعلقت فجأة في الحلقة اللي في مناخيره. في نفس الوقت مطهر وقع على الأرض، والمروحة فضلت تلف في بطنه وتسحب السلسلة أكتر وأكتر. إيريك حاول يفك الحلقة ولكنه ما قدرش، واضطر يقف على أطراف صوابعه علشان ما يتخنقش. ومع التوتر خبط اللمبة اللي كانت جنبه. اللمبة وقعت، وفي ثانية النار مسكت في المطهر القابل للاشتعال. الوضع بقى أسوأ وبيسوء أكتر من الأول. الإزاز اتكسر حواليه، وإيريك بدأ يصرخ وبيحاول يهرب، وفي آخر لحظة قدر يشد السلسلة بعنف ويفك نفسه. ولكن وهو بيقع قلب كمية مطهر زيادة، وبعدها بثواني المكان كله انفجر. في نفس الوقت بقى ستيفاني كانت قلقانة جدا لأن إيريك مردش عليها على أي مكالمة طول الليل. أخدت شارلي وخرجوا يدوروا عليه، وفي الطريق كانوا هيموتوا في حادثة بالعربية. ولكن المفاجأة إيريك كان لسه عايش، قدر يهرب بعد ما قطع هدومه الجلد المولعة. ولكن اللي حصل بعد كده خلى ستيفاني تتأكد أكتر إن الموت فعلا بيطاردهم. أما إيريك فبرضه ما صدقش أي كلمة. علشان كده ستيفاني قررت تفضل جنبه وتحميه بنفسها، وبدأت تمشي على ملاحظات إيريس وتحاول توقف أي سلسلة أحداث ممكن تسبب كارثة، زي مثلا لما آلة التلقيم بتاعة الشجر وقعت فجأة من فوق فرع قريب، وكانت هتخبط كرة طفل بيلعب كورة، وده كان ممكن يخبط إيريك مباشرة في دماغه ويموته في لحظتها. وفجأة
قابلوا جوليا وهي خارجة تجري. في نفس الوقت بقى عربية زبالة كبيرة عدت جنبهم. ستيفاني صرخت فورا وقالت لإيريك يبعد عنها، ولكن إيريك كعادته مستهتر فضل يهزر ويعمل حركات سخيفة جنب العربية. أما جوليا فحطت السماعات في ودنها وكملت جري كأن مفيش حاجة. ولكن اللي حصل بعد كده كان مرعب. جوليا فجأة اتسحبت بالغلط جوه عربية الزبالة والكل جرى ورا العربية في صدمة، ولكن السواق كان حاطط سماعات ومش سامع أي حاجة. تيفاني من غير تفكير نطت فوق العربية ومدت إيديها ناحية جوليا وقدرت تمسكها فعلا، ولكن للأسف كان فات الأوان. آلة الضغط جوه العربية اشتغلت وجوليا اتمسحت بالكامل قدامهم واتفسخت لحتت. في اللحظة دي باقي العيلة أخيرا صدقوا إن الموت فعلا جاي وراهم. وفجأة بريندا اعترفت بسر صادم. إيريك أصلا مش ابن هاورد الحقيقي، وهو نتيجة خيانة منها زمان، ويمكن ده السبب اللي خلاه ينجو لحد دلوقتي. وده معناها إن الضحية الجاية هي بوبي، أصغر ولاد هاورد. تيفاني افتكرت اسم شخص كان مكتوب في ملاحظات إيريس، وطلع إن ويليام ودارلين يعرفوه، فجروا بسرعة على المستشفى علشان يقابلوه. وهناك اكتشفوا الحقيقة، الراجل ده هو نفسه الطفل اللي إيريس أنقذته ليلة الكارثة في المطعم زمان. ويليام شرح لهم إن في طريقتين بس علشان تهزم الموت، إما تقتل حد وتخليه ياخد مكانك، يا إما تموت وترجع للحياة من جديد. وقال لهم إن هو كمان بقى مريض زي إيريس وإن وقته خلاص قرب ينتهي، وحذرهم إن كلهم هيموتوا بنفس الترتيب الموجود في القائمة. الكلام كان مرعب ولكن الحياة كانت أبشع. ويليام قال لهم ما تحاولوش تتدخلوا كتير في خطة الموت، لأن لو فشلتم المصيبة هتبدأ وهتبقى أسوأ. في النهاية نصحهم يعيشوا الوقت اللي فاضل لهم بدل ما يضيعوه في الهروب، وبعدها مشي بهدوء. إيريك اقتنع إن أسهل طريقة لإنقاذ بوبي هي إنه يموت ويرجع، فقرر يعمل له حساسية قوية بالفول السوداني، والدكاترة بعد كده ينقذوه ويرجع للحياة. راحوا اشتروا كيس فول سوداني من جوه ماكينة البيع، ولكن الكيس اتحشر جوه الماكينة. إيريك اتعصب وكسر الإزاز عشان يطلعه، وحتى رفعوا الماكينة كلها بالعافية. وبعد تعب أخيرا خدوا كيس الفول السوداني، ولكن وهم داخلين الأوضة اللي جنبها فعلوا جهاز رنين المغناطيس بالغلط، وفجأة قوة مغناطيسية رهيبة بدأت تسحب أي معدن في المكان. الحلقان اللي في جسم إيريك اتشدد بعنف ناحية الجهاز، وحتى الكرسي المتحرك اللي وراه طار بسرعة. وفي ثانية إيريك اتسحق بقوة جوه الجهاز الرنين. أما بوبي اللي كان أكل الفول السوداني فعلا ما قدرش يساعده، حاول يوصل للألم اللي في إيد إيريك. وفي اللحظة دي دكتور فتح الباب بعد ما سمع الدوشة، ولكن الرعب الحقيقي لسه ما بدأش. سوستة مفكوكة من ماكينة البيع طارت بسرعة رهيبة عبر الأوضة واخترقت دماغ بوبي مباشرة. تيفان ودارلين وتشارلي حضنوا بعض وهم منهارين، وأخيرا فهموا إن مش هيقدروا يحاربوا الموت. علشان كده قرروا يعملوا زي إيريس ويخاطروا بكل حاجة. 3 ركبوا عربية وطلعوا ناحية الكوخ بتاع إيريس القديم اللي وسط الجبال. ومن غير ما ياخدوا بالهم العملة المعدنية وقعت على الأرض من غير قصدهم، وست عجوز لقطتها. الكوخ كان مرعب وكأن الموت مستنيهم هناك من زمان. تيفاني ضغطت على البنزين وقررت تدخل بالعربية مباشرة جوه الكوخ، ولكن في نص الطريق العربية خبطت بعنف وحزام الأمان اتحشر ومسكها مكانها. دلوقتي الهدف الجديد للموت بقى دارلين. كان لازم تدخل الكوخ بسرعة لأن لو نجحت ممكن الباقيين ينجوا، ولكن محدش لاحظ الشرر اللي طالع من سلك الكهرباء البايظ فوق السقف. وأول ما دارلين وصلت عند الباب العربية انفجرت انفجار ضخم، وجسم ستيفاني اترمى في البحيرة اللي جنبه، وتشارلي اتحشر تحت ألواح الخشب المكسورة. ودارلين وهي مصابة وبتنزل زحفت بالعافية وفكت تشارلي، وبعدها قالت له بسرعة ينقذ ستيفاني. ولكن أول ما خلصت كلامها عمود نور وقع من فوق وقتلها في مكانها. شارلي جرى على طول بدون كلام ناحية ستيفاني، كانت فاقدة الوعي تماما، ولكن قدر ينعشها في آخر لحظة. ولما فاقت حضنوا بعض وهم بيضحكوا من الفرح، وده كان لازما يبقى المقصود بكلام ويليام، تموت وترجع للحياة. لكن أول ما ستيفاني عرفت إن أمها ماتت انهارت تماما، ودلوقتي ما فاضلش من نسل إيريس غير ستيفاني وتشارلي. بعد أسبوع بقى من الأحداث دي كلها ستيفاني وتشارلي راحوا يزوروا بيت صاحبة تشارلي، وبينما ستيفاني بتظبط هدومها شوكة وردة جرحتها في صباعها، وفجأة افتكرت الحلم. في الحلم إيريس كمان انجرحت بنفس الطريقة، وبعدها ست عجوز وقعت منها عملة معدنية، والعملة فضلت تتدحرج لحد ما وقفت بين قضبان قطر، والقطر كان سريع جاي بأقصى سرعته. أبو صاحبة تشارلي كان دكتور، ولما سمع إن تشارلي أنقذت ستيفاني قال لهم حاجة صدمتهم. قال إن ستيفاني تقنيا ما ماتتش، يعني لو حد كان فاقد الوعي وحد رجع له النفس ولكن القلب ما وقفش أصلا يبقى الشخص ده ما ماتش فعلا. الكلام ده وقع عليهم زي الصعقة، وفجأة
ستيفاني شافت عربية حمراء شبه اللي في حلمها بالظبط، وحتى صاحبة تشيرلي كانت لابسة نفس لبس إيريس في الرؤية، والإحساس السيء جواها بدأ يزيد أكتر وأكتر. وفجأة القطار خرج عن القضبان وحصل انفجار ضخم، والقطر اندفع ناحيتهم بسرعة مرعبة. ستيفاني وقعت على الأرض، لكن تشارلي مسكها وسحبها بسرعة. في اللحظة دي افتكروا إن هم نجوا أخيرا، ولكن الحقيقة هم عمرهم ما كانوا هربانين من الموت أصلا. وبكده تكون قصة الفيلم انتهت، ولكن واضح إن الموت عمره ما بينسى أي اسم موجود في قائمته. لو عجبك الملخص وما كنتش متوقع الأحداث المجنونة دي، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. واستنى ملخصات أقوى وأفلام أرعب جاية قريب جدا. ولو في فيلم عجبك أو مسلسل بتحبه، متنساش تكتب لنا اسمه تحت في التعليقات، إن شاء الله قريب جدا هيكون في القناة.